ومع العلم هو دوري سعودي احنا نتكلم عنه، ما جاي نتكلم عن الدوري الاوروبي وهذا. اعتقد العراق اذا بقى بهاي الحال هو محطه جذب اكثر دوله، حتى اكثر من السعوديه، لكن نحتاج الى وقت. كل ما هنالك علينا ان نركز على الناس الصح، على الكفاءات الصحيحه، علينا ان نستثمر الظروف اللي جاي نحصل عليها بالوقت الحاضر، وعامل الاستقرار في العراق هذا العامل اعتقد مميز. نتكلم كابتن على كابتن خلف، الكاميرا كانت على مؤمن سليمان، كنا اليوم ما تحدثنا بشكل وافي. خلينا نعطيه حقه، خلينا نعطيه حقه امانه. حقيقة هذا الرجل اللي حقق الالقاب مع الشرطه والقوى الجويه. انا اقول هذا الرجل منذ مجيئه الى نادي الشرطه يعني عده القاب حصلوا مع فريق نادي الشرطه. ولا ننسى اكو مساله مهمه جدا، انا اقول كل الكوادر التدريبيه اللي عملت ويا مؤمن سليمان بما فيهم احمد صلاح، كابتن احمد صلاح وحسين عبد الواحد، نعم. والاخوه اللي موجودين حاليا، حيدر، مازن عبد الستار، مازن عبد الستار. انا اقول دول كانوا بالفعل خيارات رائعه للاداره، خاصه في مرحله استقطاب اللاعبين، شلون احنا ويا من يا ما هو بنجيب المن ويا من نوقع. لانه عاده احنا قبل شويه كنا نتكلم نقول انتهى الدوري وانتهى كل شيء. اقول العمل بالنسبه لاداره نادي الشرطه من اليوم بدا. انا اقول من اليوم يبدا، يعني ماكو اليوم راح افرح باكر الاستقطابات، المن اجيب المن اطلع، شلون يبدي تخطيط الموسم القادم. ولهذا مؤمن سليمان انا تحياتنا له، وجه الخير اللي هو على فريق على اللي نادي الشرطه. ربما بس ربما ما يبقى. على كل حال هذا هي مساله عرض وطلب. لا مو طلب، شهاده البرو محتاجه السنه القادمه. ممكن شرط اساسي، وهاي كشرط اساسي، وجاي يعملون في سبيل يعني حل هاي المساله. هذه المساله اللي قبل شوي نتكلم عليها، عمليه التسويق الرياضي خاصه في كره القدم. اليوم احنا شنو اللي محتاجينه كدوله عراقيه تلعب كره قدم وعندنا دوري؟ اول شيء تصنيفنا بالنسبه لاسيا يجب ان يتقدم، يعني قد تكون مثلا السعوديه، اليابان، كوريا سابقيننا، ايران سابقيننا. بين هذه الفرق خلينا نجي متقدمين، حتى لو جينا سادس جينا خامس، مو نجي احنا عاشر. ولهذا عليش تعتمد؟ مرات يعني خلينا نقول نادي الاتحاد او نادي النصر جابوا كريستيانو رونالدو، حتى ايش قد القيمه السوقيه لكريستيانو او ايش قد قيمه عقده؟ يعني تقريبا اتذكر 200 وصلت 200 مليون. انت كنادي تقدر تجمع هاي ال 200 مليون. بس حتى نذكر يعني بشكل دقيق المعلومات، الانديه السعوديه يعني مدعومه يعني صحيح. انا حكومي كان، انا يعني هذا مشروع حكومي، انا مشروع دوله. هذا صحيح، انا بتصوري صحيح مدعومه، ومدعومه بشكل لا يفوق الاخرين على فكره. يعني ذاك اليوم الكابتن سامي يسولف لي، سامي وحد، عن المنظومه اللي كانت تشتغل عندهم، لانه هو اشتغل، قال لي مختلفه تماما عن الامارات وعن قطر. انا اقول انت بامكانك مثلا انصار نادي النصر وجماهيره يعرضون فانيله كريستيانو رونالدو، وانا اريد ابيعها بكذا دولار على مستوى الدوله السعوديه، تباع بكثير من هذا. ولهذا كانوا نجوم الكره ريال مدريد، برشلونه، من كانوا يسوون معسكراتهم الخارجيه وين يروحون؟ يروحون الجنوب شرق اسيا. هو المشروع كان موضوع انه الشركات اجبرت من قبل الحكومه على دعم الانديه، تستثمر مع كل الانديه. الدوري نتاج هذا الامر انه الدوري تم تسويقه عالميا. اشترته قنوات اجنبيه، لذلك هي خطوات صحيحه. اكو سبب وراها مو كابتن؟ اي طبعا مو سبب؟ السبب كاس العالم 32 هذا كله تحضير، وهذا مشروع هذا كله تحضير. هو لهذا انا شو اقول لك مثلا هسه خلينا نقول من ينتهي الدوري بالدوريات الاوروبيه عاده يروحون يسوون بطولات وين؟ بامريكا او باليابان او بالصين. هدفها الدعايه والتسويق. هدفها شنو؟ مثلا اليوم كل الجماعه اقول اذا اجى ميسي للصين، كل الصين تريد تشوف ميسي مثلا. نعم. كل العالم تريد تاخذ صوره ميسي، تباع الفانيلات مال ميسي، كل شيء له علاقه في ميسي او كريستيانو رونالدو. الفلوس الاستثمار هاي القيمه اللي انا دفعتها على هؤلاء اللاعبين انا استحصلها، انا اقدر احصلها، ما عندي مشكله. اليوم ولهذا احنا شو رادنا؟ انا اقول بتصوري
محتاجين لاعبين على مستوى عالي يدخلون للكره العراقيه. صحيح. ليش؟ حتى نسوق هذا الدوري بصوره. وبعدين اكو يمكن احنا بالمناسبه اليوم كانت عندنا ورشه عمل، لانه كان عندنا 2 خبراء اكاديميين بالبزنس بالاستثمار من كندا. نعم. شلون احنا نستثمر بالرياضه؟ شلون نستثمر في كره القدم؟ انا اقول كثير من عندنا اكو شركات موجوده تعمل داخل العراق، سواء اجنبيه او عراقيه. اذا ما يدخلون للمجال الرياضي يمكن يعني انت اليوم هو اقترح علينا اقتراح، قال هذا الطفل اللي موجود بمدرسه الموهبه، نعم، عنده اب وعنده اهل، لو يجي بنك يقولوا له بابا انت تعرف شلون. نعم. كابتن خلفي، اللحظات الان عذرا المقاطعه، اللحظات الان هي تتويج قائد الفريق اعتقد، او يمكن يعني علاء عبد الزهره كان هو اخير لاعب باعتباره قائد الفريق هو اللي يستلم كاس الدوري. هاي جائزة الهداف بالنسبة لأيمن حسين يستلمها بديل عن بالنيابة عن أيمن مع المنتخب الأولمبي. هاي كانت جائزة الهداف. أعتقد حاليا جائزة أفضل لاعب الصراحة يجي المواس اللي اختارته اختارينا احنا. يستاهل بالتأكيد. اليوم هم توج، هو أيضا اليوم توج مجهوده بهدف رقم 20 ختم الموسم أفضل بهدف. كان رجل المباراة. ترك انطباع طيب جدا حقيقة. تحياتنا تتويج محمود المواس كأفضل لاعب في هذا الموسم مثل ما ذكروا الكباتن، هو يعني نتاج عمله طوال الموسم. كان لاعب مؤثر جدا سواء بالصناعة أو بالتسجيل وبالتأثير بنتائج فريقه، وهذا الأمر تكرر في 3 مواسم متتالية مع الشرطة، 3 ألقاب دوري وأيضا لقب كاس. طبعا أكيد هذا مسيرته شيء جميل جدا، لأنه في العراق واقعا، وفي هذه المرحلة في هذا الموسم على وجه التحديد الاحتراف، يعني عمل بجهد كبير. يعني احنا نقول صاغ اسمه بصراحة بشكل جميل المواس. علاء عبد الزهرة كابتن الفريق أيضا يوم يرفع كاس الدوري، يرفع الكاس، يعني ألف مبروك للشرطة واقعا. كان أيضا مميز اليوم علاء عبد الزهرة في مباراة اليوم، سجل هدف، كان مؤثر، لاعب مؤثر، قائد حقيقي بالفريق. ما نعرف ايش قد يستمر، لكن نتمنى له ان يستمر، ونتمنى له كل موفقيه ولكل لاعبين. هي اللحظه اللي هي تتويج الموسم، تتويج العمل، تتويج الجهود، سواء كان اللاعبين الاداريين دائما اكو جنود مجهولين تدري بكل فريق، يعني صحيح، يعني يقدمون اللاعب والمدرب، لاعب الكثير، اكو امور كثيره، لكن احنا علينا ان نثني على الجميع واقعا. اذا رسميا الشرطه بطل دوري نجوم العراق بمسماه الجديد موسم 2023-2024. مبارك لجماهير الشرطه، جماهير القيثاره. بالتاكيد احنا ذكرنا في بدايه الاستوديو يمكن هو هذا عصر القيثاره. على جماهير الشرطه ان تستغل هذه الفرحه باقصى درجه، وان تعيش هذه الافراح مع فريقها اللي يتسيد الدوري العراقي لمده 3 مواسم، امر غير مسبوق كابتن خلف. يستاهلون كل الخير. انا اقول هاي الفرحه هي نتاج هذا العمل الكبير اللي قدموه خلال سنوات طويله، هي ما تكمن بال 225 يوم اللي يتكلم عليها كابتن بسام، وانما لا، هي سنوات طويله. عموما احنا راح ننهي اللي قد عندنا وقت، يعني تقريبا وصلنا للنهايه. تفضل. وصلنا للنهايه. انا اقول بقدر ما احنا اليوم فرحانين بهذا التتويج، انا اقول احنا كقناة رياضية عراقية متمثلة برأس الهرم رئيس شبكة الإعلام الأستاذ كريم حمادي. نعم. وكل الأخوة أنا أقول صناع الإبداع وصناع الإنجاز اللي موجودين بغرفة الكنترول، من معدين، من مقدمين برامج، حضرتك منهم أستاذ علاء أثير، يعني كل الأخوة. وتحياتي إلى الأخوة المصورين اللي احنا على طول هم مقابليننا واحنا مباراه عليهم شتاء صيف. وتحيه خاصه الى اجمل